نفط البصرة طبعا قادم من خسارة من الكرخ 22-35. ديالى قادم من فوز على نادي ذي قار بال 29-21. عملية الإعداد الهجومي والمحاولة لنفط البصرة، وهناك الخطأ. طبعا حاول حسين حسن باللقطة الماضية سيف يلعبها، محاولة من حسين فرحان، خطأ 9 أمتار لنفط البصرة الشوط الأول. محاولة التصويب ولكن الرد هذه المرة من منير قاسم. مروان بن كمال، محاولة الآن تقطع وخطأ 9 أمتار لديالى. لاعب حيدر علي راجعة للتونسي، محترفين من تونس. مروان بن كمال، هذا فارس بن محي. عملية الإعداد مع بكري بن محي مع حيدر. ديالى والخطأ، و 7 أمتار لديالى. هذه المرة عن طريق فارس بن محيي مع الحارس مصطفى. فارس وثاني الأهداف، هدف ثاني لديالى على حساب نفط البصرة. طبعا ديالى ب 15 نقطة بالمركز الخامس، نفط البصرة ب9 نقاط مركز سادس، لكن الصدارة تبقى للكرخ والجيش ثانيا ب 18 نقطة. بعد ذلك النادي الحشد المركز الثالث ب 15، والشرطة الرابع ب 15 نقطة. الخطأ الآن لمحترف الإيراني كان طبعا خليل إبراهيم. محاولة الآن من حسين فرحان، حارس منير، ارتداد ديالى وعلي جاسم الحارس. 7 أمتار لديالى. ديالى يبدأ بقوة، هذا فارس بن محي محترف التونسي لديالى. حلوة يردها مصطفى محمد. نفط البصرة يحاول الآن، طبعا مدرب نفط البصرة السيد رعد خنجر، بينما مدرب ديالى حيدر غازي. اثنينهم أسماء كبيرة في كرة اليد العراقية. لاعب علي حسن لحسين فرحان، محاولة والصراع والخطأ لنفط البصرة. علي حسن مع حسين فرحان. من هناك حسين يحاول قريب جدا لعلي حسن، ومحاولة كانت من محترف الإيراني خليل إبراهيم مشهود. تصويبة لكن الإنقاذ من منير. ارتداد السريع لديالى، هذا حيدر جبار. تعود الآن حيدر علي حسن. هنا فارس بن محي. ديالى والتقدم، تمرير مرة أخرى، المحاولة وهدف جديد، هدف جديد لديالى.
3-0 لغاية الآن. شوط المباراة الأول التقدم لديالا. سيف فرحان، سيلاوي من هناك، علي محمد لخليل المحترف الإيراني لي حاول طبعا علي حسن القطع الآن والارتداد السريع بن حيدر جبار. 9 أمتار. حاول الآن لكن كان مروان بن كمال التونسي سبعة أمتار لنادي ديالا. مصطفى بكري مصطفى بكري وهدف لديالا، هدف الرابع لديالا والبداية القوية طبعا لأصحاب الأرض والضيافة. ديالا حسين حسن يحاول تايم اوت، وقت مستقطع طبعا يطلبه السيد رعد خنجر مدرب نفط البصره. ديالا ونفط البصرة لحساب الجولة السابعة من المرحلة الأولى دوري النخبة العراقي بكرة اليد، طبعا موسم 24-25. كرخ ب 18 نقطة بالصدارة، وبعد ذلك الجيش ب 18 نقطة. عادت الآن حسين فرحان، تمرير مع علي حسن، سيلاوي قريب، حاول الآن حسين 9 أمتار. قريب حسين حسن، تسعة أمتار الآن. نفط البصرة علي حسن مع حسين، محاولة وتألق من الحارس منير قاسم. سبعة أمتار لنفط البصرة عن طريق حسين فرحان مع منير. حسين وهدف أول لنفط البصرة. 4-1 لغاية الآن. ديالا، أحمد طارق، فارس بن محي تونسي من تونسي آخر إلى مروان بن كمال. أحمد طارق لحيدر، طلاقة ديالا، أحمد طارق وحيدر جبار، والخطأ على ديالا. خطأ على نادي ديالا. يحاول نفط البصرة بعملية الإعداد الهجومي أن يقلص الفارق أمام ديالا. تحضير الهجوم، التمرير، سيلاوي والمحاولة نحسين الإيراني، وهدف جديد، هدف ثاني لنفط البصرة
بالسلامة لأحمد طارق. ديالا في قاعة الراحل طبعا علي سلام. في ديالا خسر من الحشد ولكن حقق انتصارين هنا على الكوفة والقاسم. ونادي ديالا خارج ديالا طبعا فاز على الفتوة وعلى ذي قار وعلى بلدية البصرة. اليوم في لقاء كبير. بعد هذا اللقاء سيجمع الكرخ والشرطة. الكرخ المتصدر ب 18 نقطة مع رابع الترتيب ب 15 نقطة الشرطة. ديالا يحاول أن يصل للنقطة 18 من خلال الفوز. علي طارق بالسلامة. وأكيد مدرب سيد حيدر غازي سيشرك لاعب آخر. مروان بن كمال مع فارس محي. حيدر جبار بهدف رائع لديالا. خامس الأهداف لديالا. والرد هذه المرة من الإيراني خليل إبراهيم. ارتداد الآن مروان بن كمال. خطأ على حيدر. علي حسين. حسين فرحان محاولة لنفط البصرة. 9 أمتار لنفط البصرة. إلى حسين. علي حسن مع حسين فرحان من هناك مع خليل إبراهيم. الهجوم الآن لنفط البصرة. عملية الإعداد. محاولة التصويب كانت جيدة من سيلاوي لكن تألق للحارس منير قاسم. الارتداد السريع لديالا. بكري يحاول ولا خطأ. خطأ لحيدر. علي حسن. تعود من فارس بن محي إلى مروان بن كمال. وحيدر ثالث أهدافه لحيدر جبار لغاية الآن. تقدم لديالا. 6-1 لغاية الآن. بداية قوية لديالا. حسين يحاول التصدي والخطأ. 9 أمتار لنفط البصرة. هدف 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 لنفط البصرة. هذه المرة عن طريق سيف عبد الحسين. الشوط الأول 6 لديالا مقابل 2 لنفط البصرة. فارس بن محي إضافة مع مروان بن كمال محترفين التوانسة. حيدر علي حسن حاول تصويب وهدف جديد. 7 الآن. ارتداد سريع. علي حسن. حسين فرحان يحاول والخطأ. 9 أمتار لنفط البصرة. تلعب الآن. 7-2 لغاية الآن. تلعب. علي حسن تمريرة.
9 أمتار تلعب. حسين علي حسن حاولت التصويب والخطأ. 7 أمتار لنفط البصرة. حسين فرحان وتألق برافو لمنير قاسم حارس مرمى ديالى يمنع هدف لنفط البصرة. فارس تعود لمروان بن كمال. بكري وحيدر. علي حسن ضاعت. علي حسن لنفط البصرة. راجع للسيف. عملية الإعداد الهجومي والبحث عن ثغرة. شوف المحاولات. نفط البصرة والتحضير. بحث عن ثغرة من علي لخليل والسيلاوي بمكان جيد. علي محمد سيلاوي سجل الهدف الثالث. 7-3 لغاية الآن. ديالى الآن في الهجوم. مروان حيدر جبار. فارس بن محي. علويني يشترك. هجوم الآن. 9 أمتار والخطأ. ديالى في الهجوم. نفط البصرة أضاعت هذه المرة من مروان بن كمال. علي حسن والانطلاقة من خليل. سيلاوي أضاع سيلاوي. غياب التركيز في التمرير باللقطة الأخيرة. ديالى بكري. مصطفى بكري مع مروان بن كمال. عملية الإعداد. ديالى وهدف جديد عن طريق علويني. 8 لديالى. 3 لنفط البصرة. محاولة كانت من خليل إبراهيم المحترف الإيراني وبالسلامة للحارس منير قاسم. انتصارات نفط البصرة الثلاث كانت على ذي قار وعلى نادي القاسم وعلى الفتوة. وخسر ديالى هنا أمام الحشد في الجولة الأولى. الآن الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي بكرة اليد موسم 24-25. تقدم ديالى لغاية الآن 8-3. مروان بن كمال. بكري لمروان. خطأ. انطلاقة. حسين فرحان لعلي حسن. محاولة التصويب من هناك لسيلاوي. علي محمد سيلاوي. هنا الإيراني يحاول. خليل والارتداد. ضاعت هذه المرة. كرة تعود لنفط البصرة.
حسين حسن مع حسين فرحان. تمرير اشترك اللاعب رقم 90 موسى الكاظم. عادل موسى، وهنا الخطأ لديالة. منير قاسم، بكري لمروان بن كمال. مصطفى بكري لمروان بن كمال. بكري والمحاولة والخطأ. 9 امتار لديالة. مروان بن كمال من هناك. مصطفى بكري لمروان، تعود لديالة. و9 امتار الخطأ على حسين حسن. تصويبة يسارية قوية بتاسع الأهداف. تشاور بين حكم اللقاء. قصي حسين مع أسعد حسن. حول اللقطة الأخيرة ديالة ونفط البصرة لحساب الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي بكرة اليد موسم 24-25 من قاعة نادي ديالة. الكرخ طبعا هو بطل الدوري الموسم الماضي، بعد ذلك كان الجيش والشرطة والحشد. فرق المرشح يعني الرباعي: الكرخ، الجيش، الحشد، الشرطة، ويدخل ديالة بالمركز الخامس. ثم المركز السادس نفط البصرة. ثمانية 3. جماهير جيدة في قاعة ديالة والموازرة. علي عبد المنعم. بكري. حيدر جبار. بكري بهدف جديد. 9 لديالة. تلعب الآن نفط البصرة. علي حسن لموسى الكاظم. هذا موسى، هذا موسى، هذا موسى، لكن 9 امتار وخطأ. سيف عبد الحسين لعلي حسن. نفط البصرة يحاول على الدائرة الاختراق والتصويب، لكن هناك خطأ. 9 امتار لنفط البصرة. موسى الكاظم عادل. نفط البصرة يحاول. علي حسن تعود لموسى. صراع و 9 امتار لنفط البصرة. محاولة والخطأ. التصويبة وهدف رائع عن طريق الإيراني خليل إبراهيم مشهود.
هدف رابع. 9-4 لغاية الآن. ديالا عملية الإعداد الهجومي والتحضير. حيدر جبار مع بكري لحيدر، من هناك بهدف جديد، هدف جديد لديالا. تلعب الآن 10-3، فارق 7 أهداف لغاية الآن. محاولات نفط البصرة، رائعة من خليل إبراهيم. عشرة 5 التقدم لنادي ديالا. علي قريب تقطع الكرة والمحاولة والتألق من الحارس منير قاسم، وخطأ لديالا. علويني، بكري من هناك مع حسين أحمد. مصطفى بكري حاول فارس بن محي. 9 أمتار علي عبد المنعم، علويني بهدف جديد لديالا. 11-5. سيف فرحان على بعد 5 دقائق من النهاية للشوط. سيف خليل إبراهيم والخطأ والانطلاق الآن. حيدر جبار لديالا، تمرير الآن. بكري، فارس بن محي، ديالا والرد الجيد من علي جاسم. سيف فرحان، من هناك لخليل إبراهيم. موسى الكاظم، عادل مع سيف. موسى تصويبة لكن بعيدة، ولكن قبل ذلك خطأ. 9 أمتار لنفط البصرة. موسى يحاول، سيلاوي بهدف جديد عن طريق علي محمد سيلاوي لنفط البصرة. اشترك طبعا رائد عبد الزيد الارتداد السريع. هدف لموسى الكاظم عادل، قلص الفارق إلى 4. ده 10 هدف لديالا مقابل 7. رائد عبد الزيد مع فارس بن محي. رائد
جملان تونسي، بكري، مصطفى بكري والخطأ. 9 أمتار ديالا. بكري عملية المشي، هناك الخطأ. رائد الله، فارس بن محي والهدف 12 لنادي ديالا. مباراة جيدة، سيلاوي لكن بعيدة. الارتداد السريع، الله، هدف جديد، هدف جديد لنادي ديالا. 13-7. نفط البصرة وعملية الإعداد. حاول طبعا موسى الكاظم عادل. 9 أمتار والخطأ، سيف إلى موسى. الإيراني خليل، علي حسن، لكن يحصلها منير قاسم مع حيدر. إيقاف لدقيقتين. حسين خالد الحارس، إيقاف لدقيقتين اعتقد للإيراني خليل إبراهيم. مصطفى بكري ورمية ال7 أمتار لديالا. بكري لديالا بهدف جديد. هدف جديد لديالا. 14-7 الشوط الأول. عملية الإعداد. سيف فرحان، نفط البصرة، شوط أول، فارق 7 أهداف لديالا. وسيف المحاولة وهنا الخطأ. 7 أمتار لنفط البصرة. موسى الكاظم، موسى بهدف جديد. 8 الأهداف لنفط البصرة. عملية الإعداد الهجومي. ديالا محاولة الحصول على ثغرة ثم الاختراق والتصويب. التمرير الآن والانطلاقة المرتدة لنفط البصرة بهدف. التصويب ونهاية الشوط الأول. طبعا بتقدم ديالا على حساب نفط البصرة ب14 مقابل 9. ألتقيكم طبعا في بداية الشوط الثاني بعد فترة الاستراحة. إلى اللقاء.
العراقي، شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. طبعا نجدد تحية معكم. ودوري النخبة العراقي بكرة اليد موسم 24-25، الجولة السابعة من المرحلة الأولى. ديالا يضيف نفط البصرة الشوط الثاني. الشوط الأول انتهت بتقدم لديالا على حساب نفط البصرة ب 14 مقابل 9. الشوط الثاني طاقم التحكيم طبعا الحكام قصي حسين واسعد حسن. ديالا بالبرتقالي الموشح باللون الابيض على يمين الشاشه، نفط البصره بالازرق والاحمر. ديالا طبعا خامس الترتيب ب 15 نقطه، نفط البصره سادس الترتيب ب9 نقاط. يبقى المتصدر طبعا نادي الكرخ ب 18، ثم نادي الجيش بالمركز الثاني ب 18 نقطة، نادي الحشد ب 15 والشرطة رابعا ب 15، ديالا خامسا، ثم نفط البصرة سادسا ب9 نقاط. ديالا بكري محاولة وهدف، هذه المرة عن طريق رائد عبد الزيد. الهدف 15 لديالا. حاول الآن حسين فرحان، نفط البصرة مع حسين حسن، محترف الإيراني خليل إبراهيم مع سيلاوي، علي محمد سيلاوي كان، موسى الكاظم عادل، تسعة امتار نفط البصرة والمحاولة. هذا اللاعب علي مهدي مع نفط البصرة، محاولة وهدف. عاشر ديالا و5 أهداف الفارق. تعود الآن لفارس بن محي اللاعب التونسي والخطأ، 9 امتار الخطأ على حسين حسن. من هناك المحاولة والخطأ، وتعود لنفط البصرة ليحاول أن يقلص الفارق أمام ديالا. عملية الإعداد الهجومي، هذه المرة حسين فرحان، من هناك موسى الكاظم عادل، تمرير والإيراني ولكن بعيدة، كانت فرصة. علي مهدي، حسين يحاول و9 امتار لنفط البصرة. محاولة الآن الشوط الثاني، نفط البصرة وهدف، هدف عن طريق حسين حسن، هدف 11 لنفط البصرة. حسين أحمد
بكري ديالا، فارس بن محي مع راد عبد الزيد، رائد والمحاولة وحيدر جبار، ارتداد سريع، حسين حسن، منير، بكري ديالا، محاولة لديالا لكن التصدي هذه المرة من حسين خالد، ومرة أخرى حيدر يخطأ، تألق للحارس حسين خالد. مع فريق نفط البصرة يحاول من خلال هذا اللقاء بشوط الثاني أن يقلص الفارق. طبعا رعد خنجر هو مدرب فريق نفط البصرة، بينما حيدر غازي مدربا لديالا، اثنينهم طبعا لاعبين منتخب وطني. وبالمناسبة ترى رعد خنجر أشرف على تدريب حيدر غازي في نادي الجيش. حيدر غازي طبعا الاسم الكبير في كرة اليد، لاعب المنتخب الوطني وعنده 3 ألقاب كمدرب مع الجيش، بينما كلاعب أكثر من 15 لقب، في رقم ممتاز لحيدر غازي بكرة اليد العراقية. وهنا الخطأ على سيلاوي، علي محمد سيلاوي، وبالسلامة للاعب ديالا. مباراة لحساب الجولة السابعة من المرحلة الأولى دوري النخبة العراقي بكرة اليد موسم 24-25. سلامة لبكري، مصطفى بكري لاعب ديالا، والطرد على محمد سيلا. استبعاد طبعا سيلاوي، علي محمد سيلاوي من نفط البصرة. حيدر علي حسين، حيدر علي لنادي ديالا، تلعب الآن فارس بن محي مع بكري، مروان بن كمال تونسي، وهدف جديد عن طريق حسين أحمد. الهدف 16 لديالا مقابل 12 لنفط البصرة. حلوة المباراة، الإثارة والندية والأهداف عملية الإعداد الهجومي لنفط البصرة. موسى الكاظم عادل وتلعب سيف فرحان يحاول والخطأ. 9 أمتار لعلي مهدي لنفط البصرة. محاولة الآن حاول طبعا موسى الكاظم عادل. حكام اللقاء قصي حسين وأسعد حسن. موسى الكاظم مع خليل والمحاولة وهدف جديد
لنفط البصرة. عن طريق اللاعب رضا علي. بكري يحاول الآن، وهدف جديد. الهدف 17 لديالا مقابل 13 طبعا لنفط البصرة. خليل يحاول يلعب الكرة، تحضير، محاولة التصويب. علي مهدي مع الإيراني لكن بعيدة خارج الملعب. ديالا، بكري، بن كمال وحيدر علي، وهدف جديد. 18 لديالا على حساب نفط البصرة. لاعب رضا علي، سيم فرحان حاول، تقطع الآن. لاعب الإيراني حاول خليل لرضا، تمريرة الخاطئة، انطلاقة من هناك، وهدف جديد لحيدر جبار لديالا. الهدف رقم 19. ديالا يوسع الفارق إلى 6 أهداف في الشوط الثاني، والخطأ أخطاء على لاعبي نفط البصرة، وهنا ال9 أمتار. حيدر علي قريب، بكري، تلعب الآن. مصطفى بكري بهدف جديد، هدف لديالا، الهدف 20. الشوط الثاني بداية قوية طبعا لنادي ديالا. تمرير الآن، خطأ وإيقاف لدقيقتين. هذه المرة لحيدر علي، إيقاف لدقيقتين للاعب ديالا. سيم فرحان، نجوم الآن، ورضا بعيدة، الانطلاق الآن بهدف جديد لديالا عن طريق حسين أحمد. 21. واحد وعشرين مقابل 13. بكري تونسي فارس،
بكري بتصويبة قوية وهدف جديد. هدف 22 وتايم اوت. 22 مقابل 13 لنفط البصرة. فارق التسع أهداف. ديالا في ديالا خسر من الحشد وفاز على الكوفة وعلى نادي القاسم. هاي المباراة الرابعة في قاعة شباب ورياضة ديالا. بينما خارج ديالا تغلب ثلاث مباريات على الفتوة وذي قار وبلدية البصرة. يريد أن يكون ثالثا مؤقتا بانتظار مباريات طبعا الشرطة والحشد، يعني ديالا إذا ما فاز يصل إلى النقطة 18 ويتساوى مع المتصدر الكرخ والجيش. حسين حسن، خليل إبراهيم اللاعب الإيراني، حسين فرحان. المحاولة الآن رضا علي، نفط البصرة وخليل والخطأ 9 أمتار. لاعب نفط البصرة المحترف الإيراني يحاول. خليل إبراهيم مشوت. خليل والتصويب وهدف جديد. هدف 14. اثنين وعشرين 14. بكري عملية الإعداد الهجومي ديالا. بكري والمحاولة حسين أحمد بهدف جديد لديالا. حسين حسين فرحان. موسى يحاول 9 أمتار وخطأ لموسى الكاظم عادل. نفط البصرة هذه المرة علي مهدي. حسين فرحان والتصدي الممتاز هذه المرة من منير قاسم حارس المرمى. لكن هناك 7 أمتار خطأ. موسى الكاظم عادل لنفط البصرة وهدف جديد. هدف 15. التقدم لديالا 23-15 لغاية الآن شوط المباراة الثاني. محاولة التبرير من هناك ديالا. محاولة وهدف عن طريق رائد عبد الزيد. تصويبة يسارية بهدف جديد. هدف 24 نفط البصرة. حسين حسن من هناك 9 أمتار والخطأ على مروان بن كمال.
الإيراني يحاول، و9 أمتار لنفط البصرة، محاولة الاختراق والتصويب. تصويب الآن رضا، ولكن تألق من الحارس منير مرة أخرى لرضا علي. طالع تعود ديالا، حيدر علي، والتصدي الممتاز من مصطفى محمد حارس مرمى نفط البصرة. كرة اللعب، محاولة الآن خليل إبراهيم والخطأ. علي حسن يعود، الإيراني بتصويبة رائعة. خليل إبراهيم، أربعة وعشرين 16 لغاية الآن الشوط الثاني. ديالا، حسين أحمد، من هناك لفارس بن محي بكري، فارس التونسي، وحيدر علي بهدف جديد لديالا. الإيراني يحاول، خليل، والخطأ 9 أمتار لنفط البصرة. تصويبة بعيدة، حارس منير، مع مصطفى بكري، تصويب لكن تصل لمصطفى محمد. انطلاق الآن رضا علي والخطأ لنفط البصرة، 9 أمتار. خليل الحسين، من هناك مع علي حسن، الانطلاقة وهدف جديد، هدف جديد. وبالسلامة للاعب ديالا. حيدر جبار بالسلامة. ديالا إذا ما فاز يصل النقطة 18، يكون ثالثا خلف المتصدر الكرخ والجيش ب 18 نقطة. حيدر جبار بالسلامة وينهض لاعب فريق ديالا. ستة وعشرين مقابل 16 لنادي ديالا. ضاعت من علي مهدي، الارتداد السريع لديالا. محاولة الآن مصطفى بكري، تمرير الآن مع حيدر علي، فارس بن محي، فارس بكري، من هناك مع رائد عبد زيد، وهدف جديد،
هدف هدف لديالا، الهدف رقم 27 مقابل 16 لنفط البصرة. سيف فرحان، علي حسن، نفط البصرة، علي والمحاولة والخطأ. 9 امتار. سيف فرحان مع خليل ابراهيم، وطالت والخطأ. 9 امتار. هذه المرة على حيدر علي، تصويب وتألق من منير قاسم. خطأ وبالسلامة على اللاعب الإيراني خليل إبراهيم. أعتقد إيقاف لدقيقتين. لاعب نفط البصرة بكري قريب. حكام اللقاء قصي حسين واسعد حسن. ديالا والتقدم ب 26 مقابل 16. حيدر علي مع فارس بن محيي التونسي. من هناك راد عبد الزيد، بكري والمحاولة وهدف جديد، هذه المرة عن طريق عبد اللطيف هاشم. عبد اللطيف هاشم علي حسن، الاعداد الهجومي مع حسين حسن مع حسين فرحان، علي حسن والقطع لديالا. بكري، فارس بن محي، مصطفى بكري بهدف جديد، هدف رائع بتصويبة قوية. هدف 29 مقابل 16. علي حسن، حسين فرحان، نفط البصرة. العودة صعبة وليست مستحيلة، يعني فارق كبير، 13 هدف. أعتقد الأمور قريبة جدا لديالا. عودة سيف عبد الحسين مع نفط البصرة. علي حسن، حسين فرحان، حسين حسن، محاولة والخطأ. تسعة امتار لنفط البصرة. محاولة من حسين فرحان، سيف لحسين، الإيراني يحاول، خليل إبراهيم، ودقيقتين لحيدر علي. إيقاف لاعب ديالا. سيف مع حسين تركي،
حسين حسن، وهدف الهدف 17 لنفط البصرة. بكري مع فارس بن محي، عودة علي ويني، عبد اللطيف مع راد عبد زيد، ويني وبالقائم وضاعت، لكن هناك 7 أمتار لديالا. مصطفى بكري لديالا، رمية 7 أمتار وبالقائم ضاعت على ديالا. حسين يحاول مع حسين فرحان وبعيدة، لكن هناك خطأ. 9 أمتار. سيف مع حسين فرحان، نفط البصرة يحاول في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. هناك 9 أمتار. حسين يحاول مع رضا علي، لكن القطع من بكري والخطأ. مصطفى بكري حارس البديل كاظم أحمد. فارس بن محي، الله، يسارية رائعة من رائد عبد زيد، والهدف 30. هدف جميل. حسين حسن يصل إلى هدف 17. تمرير الآن. بن محي والخطأ. حارس علي جاسم. حسين فرحان والإيراني، لكن ضاعت. ارتداد سريع جدا وهدف عن طريق حسين أحمد لديالا. هدف جديد. هدف 19 مقابل 30. علي عماد اشترك بصفوف فريق ديالا. محاولة والخطأ على بعد دقيقة على نهاية اللقاء. ثلاثين 19 لغاية الآن. محاولة، هدف جديد 31 عن طريق حسين أحمد. تمرير من خليل، نفط البصرة. خليل بقوة من المحترف الإيراني وهدف جديد. 20 الآن لنفط البصرة.
لاعب جديد. ارتداد وضاعت هذه المرة. إيقاف وعلي عبد المنعم موسى الكاظم بهدف جديد لنفط البصرة. 31-21 لغاية الآن. فارس بن محي التونسي، والخطأ نفط البصرة. محاولة كانت من حسين تركي أو حسين فرحان. تلعب حسين حسن مع سيف. نفط البصرة بهدف جديد. هدف 22. ديالة علي عماد. محاولة كانت لعلويني. بالسلامة لعلي. الدقيقة الأخيرة على عمر اللقاء. تقدم ديالة ب 31 مقابل 22. علويني مع فارس بن محي. بكري حاول وهدف هدف جديد عن طريق علي عماد. التصدي من كاظم أحمد. تمرير وهدف جديد، هذه المرة عن طريق عبد اللطيف هاشم. إذن نهاية اللقاء ب 33 مقابل 22. فوز ديالة على نفط البصرة ب 33 مقابل 22. ديالة يصل إلى النقطة 18 ويكون بالمركز الثالث طبعا خلف الكرخ والجيش بنفس النقاط. مبروك لنادي ديالة. هارد لك لنفط البصرة. تلقيكم في مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.